بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هنعمل مع بعض شريك او معجنات. ف كمان زي البريوش بالظبط، حلو جدا وممكن تعمليه للولاد ياخدوه مع المدرسة. وانا كنت عاملاه لابني يروح بيه المدرسة. فهنا معايا نص كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين كده منقول، ومعايا نص كوبايه من السكر، اي سكر بقى، سكر ناعم، سكر بودر، حبيبات زي ما انتم شايفين كده، اللي عندك حطيه. بتبقى حلوه جدا وطعمها تحفه، بتقلب البيت بريحتها وطعمها. فهديها بقى كده تقليبه زي ما انتم شايفين، وهحط لها معلقه كبيره من الخميره. انا هنا حطيت معلقتين كده عشان المعلقه بتاعتي صغيره. وهحط لها بقى راس ذرة ملح، وهنحط لها لبن بودر، وكمان بيضة وبيكنج باودر. طريقتها سهلة جدا. وهنحط لها زبدة، بس بتبقى طعمها رهيب يعني، جربوها مش هتندموا. معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر، احنا حاطين خميرة، بس البيكنج باودر بيخليها هشة وجميلة جدا. فهنحط كده كل المكونات الجافة مع بعض. حطينا كده شوية من الملح زي ما انتم شايفين، يبقى نص كيلو دقيق عليه معلقة كبيرة من الخميرة، ورشة من الملح، ونص كوباية من السكر، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. معايا هنا كده معلقتين من اللبن البودر، بيديها طعم حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. اهو نحط بقى كله كده مع بعض ونقلب. عايزة بقى تعملي كيلو، ضعف المقادير، بيبقى حلو جدا. معايا بيضة زي ما انتم شايفين كده، هحطها. وهحط كمان باكو من الفانيليا، ورشة من الخل. لازم رشة الخل دي او معلقة الخل، عشان بتدي طراوة للعجينة، وكمان عشان البيض اللي احنا حاطينه. اهو نحط كده معلقة صغيرة من الخل على البيضة. متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. حاطين هنا كمان شوية من الفانيليا، عشان الباكو قلت ازود يعني. وهقلب بقى كده، واحط كمان معلقتين او 3، يعني ربع كوباية من الزبدة. عايزة تعمليها بزيت بتبقى حلوة برضو، بس الزبدة بتديها ريحة حلوة جدا. دي زبدة بلدي، مش زبدة من اللي هي بتاعت الشركات اللي هي فرن وجنة وكده، لا دي زبدة بلدي. حطيت كده ربع كوباية اهي، هي بدرجة حرارة الغرفة. فهعمل بقى ايه، هبسس الدقيق زي ما انتم شايفين كده، هبسسه مع بعض قبل ما اعجنه باللبن. معايا هنا كوبايه كده الا ربع من اللبن اهو، ومعايا كمان نص كوبايه من الميه. واحنا كمان حاطين لبن بودر، فهنشوف بقى لو هتحتاج ميه ولا لا. هي هتحتاج ربع كوبايه، يعني دي نص كوبايه ميه هتاخد نص ربع الكوبايه. هبسس بقى كده الزبده في الدقيق، وبعد كده هبدأ احط اللبن بقى وهعجنها. المعجنات دي بتبقى في البيت حلوة جدا، وكمان ما بتخليكيش تنعي هم لانش بوكس للولاد. بياخدوا بقى منها كده. انا ابني اخد منها واحدتين كده، بس طعمها رهيب بجد يعني. ممكن تفتحيها كمان وتحشيها جبنة، بس ما تكتريش بقى سكر. يعني انا هنا تاكليها كده حلوة مع كوباية شاي بلبن كده. بس انا المرة الجاية بقى هعملها له مش هكتر السكر، لانها بجد تحفة جدا. هتفتحيها كده من النص وتحشيها جبنة، وتاخديها بقى المدرسة، تحطيها في اللانش بوكس. حلوة جدا وطعمها تحفة تحفة تحفة، وغير ريحتها بقى جميلة بصراحة. جربوها هتعجبكم جدا. ده البريوش او الشريك، حلو جدا. هنعجن بقى كده. خدنا كوباية اللبن، وهناخد شوية من المية، لازم المية هنا برضو. فهعجن بقى كده وهسيبها تخمر، وبعد كده هنبدأ نشكلها. اهو لازم تبقى العجينة معاكي طرية كده وبتلزق، عشان تطلع معاكي هشة وجميلة، ما تبقاش يابسة.
لا يعني خليها تلزق في ايديكي كده، ما تخليهاش يابسه جامد يعني، عشان تطلع معاكي هشه وطريه. اهي هي كده حلو جدا، اخدت شويه من الميه، ربع كده الكوبايه، فحلو جدا كده. هظبطها بقى كده وهغطيها وهسيبها لحد ما تخمر. اهي هي لما اتلمت كلها من الطبق، بس بتلزق في الايد، احنا عايزينها كده عشان تطلع معاكي هشة وحلوة من جوه، وعاملة لبابة كده من جوه. اهي هغطيها بقى وهركنها لحد ما تخمر، وبعد كده هبدأ اشكلها. هسويها كده. انا طبعا دهنت الطبق من تحت شوية من الزيت، وهغطيها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هسيبها تخمر براحتها جدا، وبعد كده هشتغل فيها. اهي هي تقعد اكتر من كده كمان تخمر، بس انا بصراحة قلت اخلص كده بسرعة عشان كنا متأخر، وقلت بقى ايه اخلصها عشان ندخل ننام بقى، ورانا مدارس. ف قسمتها كده زي ما انتوا شايفين، هي بتلزق بقى، تحطي بقى رشة صغيرة كده من الدقيق، وتشتغلي على طول فيها. اهو تبرمي بقى كده زي ما انتوا شايفين. اهو العجينة حلوة جدا وطرية جدا جدا. اهو وتلفيها كده. اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده، نحط بقى في الصينية، والصينية تكون دهناها آه زيت او زبدة برضو، يعني تدهني الصينية، لازم تدهنيها. اهو زي ما انتوا شايفين كده، برومي بقى وساوي كده البرمة دي، وتلفي بقى كده زي ما انتوا شايفين. عملت كده الكمية، ده نص كيلو، وهسيبها تخمر، فهتتضاعف حجمها كمان. وهدخلها طبعا الفرن على درجة حرارة 200، لازم 200 عشان تتحمر من فوق ومن تحت. انا هنا كده هي كده خمرت، برش كده بقى عليها شوية من السكر على الوش، بتبقى حلوة جدا. انا عملت كده نص وسبت يعني كذا واحدة كده للولاد من غير سكر. زي ما انتوا شايفين طالعة حلوة جدا، وتسويتها مظبوطة من فوق ومن تحت. انا شغلت كده شواية ثواني عليها من فوق، وطالعة بالمنظر ده، ريحتها تحفة وقلب البيت بصراحة، وطعمها والطراوة بتاعتها حلوة جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم، والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا. اهو طلعت الكمية دي يعني يعني واحدة كده تفطري بيها تشبع جدا. هنا كان النور قطع وانا بصور، كنا بالليل الساعة 12. اهو طلع هشة وجميلة، يعني تاخدي كده واحدة تفطري بيها، وتحطي اتنين في اللانش بوكس كده حلوين جدا، ويعني مشبعين، الاتنين حلوين خالص. اهي طالعة كده حلوة، تفتحيها بقى كده وتحطي فيها جبن او اي حاجة. بس ايه، هي طبعا فيها سكر فمسكرة، يعني تتاكل كده حاف. فطلع كمية حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا جدا. طبعا درجة حرارة زي ما قلت لكم 200 على الرف الوسطاني لحد ما تستوي وتاخد اللون ده. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.